السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ اخباركم عاملين ايه؟ يا رب الكل يكون بافضل حال. حلقه جديده معاكم النهارده، مكملين في سلسله الفيديوهات القصيره اللي وعدنا حضراتكم بيها. هنتكلم النهارده في حلقه جديده بعنوان: هل يا دكتور التهاب الكبد ممكن ينتقل، يعني حد يعدي حد عن طريق فرشه السنان؟ الاجابه اقول لك طبعا. الحاجات اللي هي ليها استعمال شخصي، لو انسان عنده الفيروس سي او فيروس بي الكبد الفيروسي ده، ممكن ينتقل عن طريق الفرشة بتاعت السنان، عن طريق مثلا مكن الحلاقة، عن طريق مقصات الأظافر، سواء كانت اللي هي المقصات أو كانت مثلا القصافات والحاجات دي. لأن هو طبعا إيه، يعني في الغالب بينتقل الفيروس ده عن طريق الحاجات اللي هي السوائل الجسمية زي اللعاب، زي الدم ده. بل ان هو ممكن ان هو ينتشر عن طريق جهاز قياس السكر. عارف لما تيجي تحط كده، تروح الجهاز تحطه يروح معور سنه في دراعك عشان يطلع نقطه الدم يقيس بيها مستوى السكر، الجلوكوز في الدم ده. ممكن لو ايه واحد يعني عنده المرض ده يعدي واحد تاني يكون سليم. فنخلي بالنا جدا من الحاجات دي. فدايما الحاجات الشخصيه اللي فيها انتقال فيها رذاذ لعاب او فيها انتقال لدم او حاجات زي كده، دايما ايه نخلي بالنا منها، لان في حاجات كتيره غير احنا ادينا امثله بس. انت تشوف كل الحاجات اللي فيها شخصيه. فلازم الانسان او المريض اللي عنده حاجه فيروس كبد سي او بي، لازم ان هو يكون ليه حاجات خاصه محدش يستعملها عشان العدوى. اشوفكم الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.